دوري ابطال افريقيا جاء فيها الاهلي في مجموعه في منتهى القوه. لما تيجي تحلل كده الاربع مجموعات هتشوف انه مجموعه النادي الاهلي هي واحده من المجموعات المهمه. في نقطه مهمه قبل ما تيجي نشوف الفريق البطل. الفريق البطل اللي بيلعب على البطوله ما بيفرقش معاه المسميات المتعلقه بالمجموعه الناريه، المجموعه الحديديه، مجموعه الموت، مجموعه الحاجات دي كلها هي مسميات كرويه لكي تدلل على صعوبه الموقف، لكنها لا تعني اي شيء بالنسبه لفريق بطل عايز يكسب اي بطوله هو موجود فيها. فخلينا بس نتفق على الجزئيه دي. بعد كده بقى تعالوا نشوف مع حضراتكم المجموعه بتاعت النادي الاهلي عامله ازاي. دي المجموعه الاولى في دوري ابطال افريقيا، هي نهضه بركان، بيراميدز، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي. دي المجموعه المتعلقه بمجموعه بيراميدز، يعني دي مجموعه بيراميدز. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكتب لبيراميدز فيها التوفيق. برضو ما هيش سهله، ونهضه بركان واحده من الفرق القويه، وهو لسه ملاعب نهضه بركان في السوبر الافريقي وفايز عليه. المجموعه الثانيه مجموعه الاهلي، نسبيا اقوى. عندك فرقتين من المغرب ومن الجزائر. الاهلي معاه يانج افريكانز التنزاني، معاه الجيش الملكي المغربي، ومعاه شبيبه القبائل الجزائري. ماشي كده؟ طب اللي بعديه عشان ناخد بس الاربع مجموعات. وهنا دايما الجمهور اول لما جمهور الاهلي تحديدا كمان، اول لما النتائج بتمشي بالشكل ده في كهرباء بتبقى في قلب المكان، في مشاكل، في ازمات كتيره جدا. ازمات احيانا الناس بتروح فيها للاقصى، الاكستريم قوي للموضوع. المدرب، يعني انا شايف النهارده وانا بتابع كويس، ازعم ان انا متابعين السوشيال ميديا كويس، هجوم شديد وانتقاد شديد لترب، انتقاد شديد للاعبين. بس خلينا نتكلم كلام. احيانا انت كجمهور، دايما انا بقول الجماهير من حقها ان عاطفتها تاخدها زي ما هي عايزه. الجمهور ما تحكمش عليه، ما تعتبش عليه في التشجيع، لان هو من جمال الكوره بيشوف اللعيب بيعمل باص فتتقطع فيقول ييه، هو نفس اللعيب بيعمل باص بعديها حلو قوي بينيه فبيقول ايه يا ابن اللعيبه. هي الكوره كده. لعيبه موجوده مع الفريق: حسين الشحات، محمد شريف، امام عاشور، الكل بلا استثناء موجود مع الفريق. وانتوا عارفين الاهلي هيقعد هناك حوالي اسبوع، فمحتاج كل اللعيبه تكون موجوده عشان يستعد الفتره الجايه. بن رمضان طبعا ما كانش موجود في ماتش المصري امبارح، خرج من القائمه بسبب الاجهاد. على حد معلوماتنا ان في برنامج مكثف لتجهيز بن رمضان عشان يكون جاهز لمباراه سيراميكا يوم الخميس اللي جاي، لانه كان شعر باجهاد في العضله الخلفيه، وبالتالي ما كانش موجود في المباراه اللي فاتت، او تحديدا مباراه المصري امبارح. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق. قدامنا هو امام عاشور، ودي كواليس خاصه بسفر الفريق من مطار القاهره. الفريق سافر النهارده على الخطوط الطيران الاماراتيه، وصل دبي حوالي الساعه 4 بتوقيت القاهره. اتحرك الفريق بحافله من دبي الى مدينه العين عشان يكون موجود هناك في العين عشان يلعب مع سيراميكا باذن الله يوم الخميس الجاي الساعه 5. وانا بس عندي يعني استفسار صغير لاتحاد الكوره، بما انه هو الجهه المنظمه للبطوله نفسها. هي لائحه السوبر مش المفروض يكون ليها قواعد معينه؟ يعني انا بطل الدوري، ايه اللي يوديني العب في العين وبعد كده ارجع العب في ابو ظبي؟ اذا كان الفريق اللي بطل الكاس وبطل كاس الرابطه او بطل كاس او دخل بالكارت الذهبي قاعدين في ابو ظبي، كسب خسر قاعد في ابو ظبي مش هيتحرك من مكانه، ليه انا كبطل الدوري انتقل من هنا لهنا؟ اهو البعثه النهارده لما وصلت زي ما انتم شايفين، واستقبال بالورود لبعثه فريق النادي الاهلي لخوض منافسات السوبر المصري. بس هو بجد استفسار والله فعلا، يعني انا بطل الدوري المفروض المعيار والتصنيف انا اكون موجود في مكاني ما اتنقلش. طب اتنقلت للعين عشان العب مباراه وبعد كده اروح ابو ظبي، الشعبيه والجماهيريه مقبول، بس الشعبيه والجماهيريه يبقى برضو في المكافآت الاهلي على الاقل لازم يتحط له رقم اعلى من باقي الفرق، مش مكافاه الفوز بالبطوله، مكافاه المشاركه. فهي تفاصيل اتمنى يكون فيه اهتمام بيها يعني، والبطوله دي كلها لائحه منظمه سواء في التسويق في الاعلام في التنظيم، تفاصيل مهمه اتمنى الناس تركز عليها وتشتغل عليها الفتره اللي جايه. البعثه وصلت بسلامه الله، وهيكون النهارده راحه وبكره تدريب استعدادا لمواجهه سيراميكا. نادي الأهلي بسلامة الله وصل من فضل الله إلى
الإمارات. البعثة سافرت النهاردة برئاسة خالد مرتجي والجهاز الفني كاملا و30 لاعب. البعثة ضمت 30 لاعب لحراسة المرمى: محمد شناوي، مصطفى شوبير، ومصطفى سيحة، وحمزة علاء. لمركز الظهير: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، ومحمد شكري، وكريم فؤاد. لمركز قلب الدفاع: ياسر إبراهيم، وأحمد رمضان بيكهام، ومصطفى العش، وأحمد عبدين، وأشرف داري اللي مسافر وهو مصاب، وياسين مرعي. في وسط الملعب: مروان عطية، وأليو ديانج، وأحمد كوكا، وأحمد رضا، ومجدي قفشة، ومحمد بن رمضان. في الهجوم: محمد عبد الله، وطاهر محمد طاهر، وأحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه، وأشرف بن شرقي، وأحمد عبد القادر، ونيش جراديشار. أشرف داري سافر لكن مش هيلعب. إمام عاشور، حسين الشحات، محمد شريف. الأربعة المصابين سافروا للإمارات، لكن فرصة اشتراك أي واحد فيهم محدودة جدا جدا جدا. لا يمكن للجهاز الفني أو الجهاز الطبي أنه يضحي بأي واحد فيهم. في مطار القاهرة مئات أو آلاف الصور التقطت للاعبي النادي الأهلي. بحب أقول لكل لاعب في النادي الأهلي: مش عايزينك نشوفك بتبكي أبدا أبدا وانت في المطار. ما يسعدنيش ان اشوفك بتبكي عشان النتائج سيئة او العروض سيئة او الجمهور حزين او الاهلي مش في مكانه الطبيعي. رغم ده كله ما احبكش اشوفك بتبكي، لكن اكتر زعلا اني ما احبكش اشوفك بتضحك، ما احبكش اشوفك بتهزر. صور اللاعبين اللي طالعين يضحكوا ويهزروا في مطار القاهرة، ولسه امبارح الأحزان ما اتقفلتش والجروح ما اتقفلتش ولا كأن في حاجة. الجماهير عايشة حالة عزا بمعنى عزا، ولعيبة بتضحك وبتهزر. سبحان الله سبحان الله. رابطة الأندية اختارت الهدف اللي سجله السلوفيني نيش جراديشار براسه للنادي الأهلي في مرمى بتروجيت كأجمل أهداف المرحلة 12 في استفتاء الجماهير. وطبعا كلكم عارفين ان الجماهير اغلبها اهلي، وبالتالي فرص فوز اهداف الاهلي بتبقى اعلى كتير من اي اهداف اخرى. في الاسابيع اللي فاتت محمد شريف اتصاب، ومن يوم ما اتصاب غايب وداخل على شهرين غياب. حسين الشحات اتصاب بعد ماتش الزمالك، خد عين، وبقاله دلوقتي شهرين مصاب وغايب عن المباريات. أشرف داري بيتصاب كل شهر مرة وبيغيب بالشهرين 3. إنما أي لاعب من النادي الأهلي بيتصاب بتحط له فترة زمنية ما بين 2 و3 ويرجع، ممكن يطول يقعد سنة زي كريم فؤاد. امبارح بقى في ماتش الزمالك وطلائع الجيش، البرازيلي بيزيرا اتصاب وخرج مصاب بيزك مشكلة وتستبدل. بعدها محمد صبحي اتصاب واستبدل. بعدها احمد ابو فتوح اتصاب، كانوا عملوا كل التغييرات، خرجوا الفرقة كملت 10. 3 مصابين في الزمالك. النهاردة الزمالك اعلن قائمته لكأس السوبر في الامارات، ال3 موجودين. كاوتش